أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بإصدار قرار من الفيفا بوقف قيد نادي الزمالك ل3 فترات لحد شهر يناير 2027. وتفاصيل كتير هنتكلم عنها عن أخبار نادي الزمالك النهاردة في حلقة من القلب للقلب. أنصحك ما تفوتش الحلقة دي، ويلا بينا نبدأ الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، عشاق الساحرة المستديرة ومحبي برنامج استوديو الكابتن. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، حلقة مميزة هنتكلم فيها عن أخبار نادي الزمالك. ولكن قبل ما نخش في التفاصيل، فضلا وليس أمرا، اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن الحلقات اللي جاية. وتعالوا نتكلم عن إيقاف قيد نادي الزمالك. الحقيقة الحلقة النهاردة أنا ما كنتش محضر لها خالص، ما كنتش مرتب أي حاجة هتكلم فيها. فأنا بتكلم النهاردة كزملكاوي بيحب نادي الزمالك وبيخاف على نادي الزمالك ونفسه يشوف نادي الزمالك في أعلى المناصب. الحقيقة أنا زعلت جدا 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 من القرار اللي كلنا شفناه وتابعناه الفترة اللي فاتت، إن إيقاف قيد نادي الزمالك ل3 فترات لحد شهر يناير 2027. الحقيقة الوضع في نادي الزمالك أصبح صعب جدا، والأمور ما بقتش مستقرة خالص. يعني الواحد بيزعل على نادي هو بيشجعه وبينتمي ليه، إن هو بيتعرض لكم المشاكل اللي موجودة بسبب مجالس الإدارة الحاليين وبسبب مجالس الإدارات اللي فاتت. مفيش حد يستثنى من الخطأ، إحنا اللي عملنا كده في نفسينا، وإدارات الزمالك هي اللي وقعت الزمالك في المشاكل دي كلها. أنا بسأل سؤال، هي إدارة نادي الزمالك قاعدة بتعمل إيه؟ يعني إدارة نادي الزمالك قاعدة بتعمل إيه؟ إيه دورها؟ يعني المشاكل دي كلها هتتحل إمتى؟ هتتحل إزاي؟ أنا عارف إن مشكلة أرض أكتوبر هم يعني ما لهمش دخل فيها بنسبة كبيرة، وهي مشكلة فعلا هتأثر على مستقبل النادي. وفعلا شهر 12 ده بالنسبة لنا احنا كزملكاوية هيكون شهر فاصل وحاسم في مستقبل نادي الزمالك الفترة اللي جاية. أنا عارف ده، ولكن في حاجات تانية وفي أخطاء تانية احنا وقعنا فيها بسببنا وبإيدينا، بسبب مجالس الإدارات اللي موجودة قبل مجلس إدارة كابتن حسين لبيب. وحتى مجلس إدارة كابتن حسين لبيب في أخطاء كبيرة جدا احنا وقعنا فيها، تسببت في الوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه. ما ينفعش نادي الزمالك يكون يصحى كل يوم يلاقي ايقاف قيد بسبب ان احنا ما دفعناش مثلا مرتب مدرب، او مرتب لاعب، او مرتب مدرب احمال. يعني دي حاجه ما ينفعش ان هي تكون موجوده، وما ينفعش ان هي تتعرف عن نادي الزمالك. انت النهارده بتدور على ان انت تجيب صفقات وتجيب لعيبه مهمه وتجيب مدربين عالميين. الناس دي هتجيلك ازاي؟ يعني الناس دي مش محتاجين ان هم يسالوا عنك في الدوري المصري، او يكلموا حد صاحبهم درب قبل كده في الدوري المصري، او لو هو لاعب يكلم لاعب قبل كده لعب في الزمالك ويسالوا عن نادي الزمالك. الموضوع ما بقاش محتاج الكلام ده. الفيفا بقت عارفه نادي الزمالك، وكل الناس بقت عارفه نادي الزمالك ومشاكل نادي الزمالك اللي هي ما بتتحلش يعني المشاكل كلها ماديه، مشاكل نادي الزمالك كلها ماديه. فانت النهارده هتروح تتفق مع لاعب ولا هتروح تتفق مع مدرب ان هو يدرب الفريق او يجي يلعب في الفريق؟ ازاي هتقنعه ازاي ان اللاعب ده هياخد فلوسه من النادي، مش هيروح ياخد فلوسه من الفيفا؟ وبعدين النهارده حصل حاجه هتزود علينا المشاكل اكتر. يانيك فريرا مدرب الفريق راح اشتكى في الفيفا لان احنا ما قدرناش نوصل معاه لحل في المرتب بتاعه اللي هو متاخر 8 شهور. والمشكله دي اساسا اللي عاملها مجلس اداره نادي الزمالك الحالي بقياده جون ادوارد. هم اللي جايبين المدرب، وهم اللي متفقين على المرتب، وهم اللي ما قدروش يدفعوا له المرتب بحجه ارض اكتوبر، وده حاجه غير مقبوله تماما. احنا في مشاكل كانت موجوده من قبل ارض اكتوبر، وفي مشاكل كانت موجوده من بعد ارض اكتوبر. مش كل المشاكل هنتحجج ونقول ارض اكتوبر هي السبب واحنا ما معناش فلوس واتحطينا في ازمه بسبب ارض اكتوبر. لا يا جماعه، احنا نادي الزمالك،
نادي الزمالك ليه موارد كبيره جدا، وليه الدخل من حته تانية كتير. ارض الزمالك دي حاجه مستجده وكانت مش في الحسبان اصلا. احنا هنستثمرها وهنطلع منها استثمار كويس، بس مش هي ديت اللي كانت يعني اللي احنا نتحجج بيها كل مشاكلنا هتتحل لما ارض اكتوبر ترجع. احنا لازم نتعامل كأن ارض اكتوبر دي مش هترجع. وبمناسبة ارض اكتوبر، في تصريحات مش كويسة من الكابتن هشام نصر مع الاستاذ عمرو اديب. كان اتكلم يعني كلامه كده مش مطمئن، كلامه مش مطمئن لجمهور نادي الزمالك، اللي هو احنا عملنا كل حاجه، احنا عملنا اللي نقدر عليه، احنا قدمنا كل المستندات، احنا مش يعني كل الكلام اللي بيتقال من كابتن هشام نصر كلام غير مطمئن وغير مبشر ان ارض الزمالك هترجع تاني. طيب حتى لو الارض النهارده ما رجعتش هنعمل ايه؟ هنقفل النادي خلاص وخلاص في على كده ومش هنلعب تاني ومش هنشارك في اي حاجه تاني لا، لازم يكون في حلول يا جماعه. يعني لازم يكون في من مجلس الاداره حلول. اللي احنا شايفينه دلوقتي ان مجلس الاداره ما بيتحركش، مجلس الاداره نايم. الدنيا كل ماتش بنلعبه وكل فتره بتعدي وكل شهر بيعدي علينا بتظهر لنا مشكله كبيره وما بتتحلش. يعني احنا النهارده مشكله المساعدين بتوع جوميز، وجوميز كانت موجوده من قبل ما نلعب بطوله السوبر، واحنا النهارده ما عملناش حاجه، مفيش حاجه فيها حصلت. كلمنا جوميز وكلمنا المساعدين عشان نتفاوض معاه وكده، بس مفيش اي حاجه حصلت، مفيش اي حاجه اتحلت. وبعد ماتش الاهلي ظهرت مشكله فرجاني ساسي، ما عملناش فيها حاجه. والماتش بتاع زيسكو الاخير اول امبارح ظهر بعد كده قضيه وايقاف قيد لجروس، برضه مش هنعمل في. طب وبعدين؟ ولسه يانيك فيريرا مقدم شكوى، وعندنا صلاح مصدق فسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وده لاعب محترف ومن حقه ان هو يفسخ العقد من طرف واحد وهيروح يشتكي. طب وبعدين؟ يعني نادي الزمالك رايح على فين؟ اتمنى من مجلس الاداره ان هو يتحرك بسرعه اقوى من كده بكتير، لان الشهر اللي جاي ده شهر 12 هو شهر حاسم، شهر حاسم في مشوار مجلس اداره نادي الزمالك. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اتمنى تكونوا اتبسطتوا، انا كنت سعيد جدا ان انا موجود معاكم، واشوفكم على خير.